السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ويعود عليكم بالخير والبركة. رمضان شهر الفرحة وشهر الخير، وهنعمل مع بعض النهاردة الزبادي. طبعا السحور ما بيكملش من غير الزبادي، وهنعمل الزبادي مع بعض في البيت زي ما احنا شايفين كده مع بعض. عملنا 8 كوبايات زبادي من كيلو لبن بس. كيلو لبن هيوفر معانا كمية كبيرة جدا من الزبادي. هنيجي بقى هقولكوا على تركية كده كمان اللي تخلي معاكي الزبادي تكون جامدة معاكي وما تفكش منك ابدا. المعلقة هنيجي هنا معايا كيلو لبن، ومعايا علبة زبادي كبيرة وكوباية مية ومعلقة كبيرة من النشا. ايوه النشا هي اللي هتخلي معانا الزبادي يكون متماسك وماسك في بعضه كده وما تبص مننا ابدا. هنجيب بقى مع كوباية اللبن دي كوباية المية، هحط فيها معلقة النشا وهدوبها الاول عشان لو حطيتها على اللبن على طول هتكلكع. وبعد كده هحط عليهم طبعا الزبادي وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اتأكد ان الزبادي بتاعتي دابت خالص. وبعد كده هبدأ اجيب الطواجن الفخار دي، او لو ما عندكيش في كوبايات ازاز عادي جدا. وزي ما احنا شايفين كده عملناها في اقل من 5 دقايق، وبجد ما بتاخدش وقت خالص. وكمان هشغل بقى اكون مشغله الفرن سخن جدا، وهحط معايا كمية الزبادي اللي انا عاملاها وهسيبها تخمر معايا في الفرن. تعالوا بقى نشوف الزبادي بعد ما خمرت. بصوا ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد جميله جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم والزبادي تنجح معاكم. وما تنسونيش بقى في الاشتراك لو عجبكم الفيديو، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده هنعملها مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.